ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى معانا فيديو جديد. ما تنسيش تحطي لي اللايك وتشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. الساعه دلوقتي بقى تقريبا 3 الفجر، وانا طلبت معايا اقوم اعمل كيك الساعه 3 الفجر عادي. بصوا بقى، الكيك انا بعملها بطريقه حلوه قوي وسهله. انا طول حياتي بعمل كيك وبتفشل معايا، فدي اكتر طريقه عملتها وطلعت تحفه. فانا شفت الطريقه دي برضو، بنت كانت منزلاها على اليوتيوب وشفتها، ومن ساعتها وانا بعملها وبتطلع تحفه يعني فوق ما تتخيلوا. فتعالوا كده اقول لكم المقادير اللي هستخدمها، وبرضو هكتبها لكم عشان تبقوا عارفينها. هكتبها لكم بعد الفيديو ده على طول عشان تبقوا عارفينها. دي كوباية لبن. اللبن لازم يبقى دافي. ودول بيضتين، هما المفروض يكونوا 3 بيضات. هما المفروض يكونوا 3 بيضات، بس انا يعني اي حاجة بيتحط فيها بيض بحاول على قد ما اقدر لو ينفع اقلل كمية البيض اللي بتتحط فيها، بعمل كده. علشان انا يعني بخاف قوي من طعم البيض ان هو يظهر او يبقى فيه زفارة او كده، فبحاول على قد ما اقدر الحاجة اقلل منها يعني. فهم المفروض 3 بيضات، بس انا هحط بيضتين بس. ودول كوباية الا ربع، يا اما زيت يا اما سمنة. بس لو هتستعملي زيت لازم الزيت يكون لونه فاتح. لازم الزيت يكون لونه فاتح عشان ما يغمقش معاكي الكيكة، لان في ناس كتير قوي بتعمل الكيكة بيبقى طعمها حلو وعالية وكل حاجة، بس مشكلتها ان هي بتطلع غامقة. فالسبب السكر والزيت، انت اكيد بتستعمليهم غامقين، فعشان كده الكيكة بتطلع معاكي غامقة. كوباية الا ربع زيت. دول كوباية سكر، المفروض كوباية وربع، بس طبعا السكر ده حسب الرغبة. يعني انا عملتها قبل كده بكوباية وربع، فحسيتها ان هي مسكرة قوي، وانا ماليش في الحاجات المسكرة. فحطيت كوباية بس سكر. ودول كوبايتين ونص دقيق، وكيس كيك شيف، وكيس فانيليا. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة بقى كده هنجيب البولة اللي هنشتغل فيها. انا هعمل كل حاجة بالمضرب اليدوي، مش هنستعمل ولا خلاط ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجة، كله بالمضرب اليدوي. اول حاجة كده هنحط البيض في البولة. دول بيضتين. تمام. وهنضيف عليهم كيس الفانيليا. طبعا هو الكيس اصلا صغير، ما بيبقاش فيه كتير، يعني هو اصلا الكيس تقريبا بيبقى معلقة فانيليا. لو كترتي كمية البيض هتزودي طبعا الفانيليا، يعني هتحطي كيسين فانيليا. بس هما بيضتين بس، فانا هحط كيس واحد فانيليا، وهضربهم كويس مع بعض. ضربت كده البيض مع الفانيليا. تمام. دلوقتي بقى هحط السكر. دول المفروض ان هما زي ما قلت لكم، المفروض ان هما كوبايه وربع، بس انا حاطه كوبايه واحده بس، عشان زي ما قلت لكم السكر حسب الرغبه. فهو كوبايه واحده بس مناسبه بالنسبه لي، فاللي انتوا برضو عايزينه حطوه يعني. على فكره دي كوبايه واحده بس مش اكتر، بس هما شكلهم باين اكتر يعني. هنضرب بقى كده السكر مع البيض والفانيليا كويس. بصوا هنا كده ضربنا البيض مع السكر مع الفانيليا، بقوا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، ولونهم بقى فاتح كده زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هضيف السمنه. انا هنا انا بعملها بالسمنه، لو انت عايز تعمليها بالزيت يبقى زي ما قلت لك هتحطي كوبايه الا ربع زيت، بس يكون الزيت فاتح ما يبقاش غامق. فانا هنا هحط كوبايه الا ربع سمنه. على فكره بالزيت بتطلع حلوه برضو، بس اهم حاجه ان الزيت يبقى لونه فاتح وما يكونش ليه ريحه، علشان طبعا كل ده بيبان في الكيك، يعني مش الزيت بتاع التموين بصراحه.
لو عندك زيت فاتح وملهوش ريحة استعمليه. هنضربهم بقى كده مع بعض. نضربهم كده كويس كده. ضربناهم مع بعض. بعد كده هحط لبن. دي كوباية لبن، واللبن لازم يكون دافي، يعني ما يبقاش سخن قوي، لا يبقى دافي، عشان بيفرق قوي في طريقة الكيك، يعني غير لما يكون طبعا ساقع تبقي لسه مطلعاه من التلاجة، فلما يكون دافي بيكون احسن. فهنحط كده كوباية لبن، نقلب برضو. هنا كده ضربناهم خلاص مع بعض. هنبدأ بقى نحط الدقيق. دول كوبايتين ونص دقيق، هنضيفهم بقى بالتدريج، بس اهم حاجة ان احنا هننخل الدقيق واحنا بنضيفه علشان يفرغ كل الهواء اللي فيه. مهم قوي موضوع النخل بتاع الدقيق ده علشان بيفرق يعني. نفضي كده، هنضيف الدقيق بالتدريج يعني واحدة واحدة. بصوا انا هنا كده حطيت كوباية ونص من الدقيق. هضيف بقى الكيس بتاع الكيك شيف ده، احنا هنحطه كله لان احنا مقللين كمية البيض، فالكيك شيف اصلا كمان بيبقى ضعيف شوية عن البيكنج باودر، فهنضيف الكيس بتاع الكيك شيف كله. بس هحط دلوقتي شوية وبعدين نقلب، وبعد كده لما اجي احط باقي كمية الدقيق هحط بقية كيس الكيك شيف. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، لما الاقي ان الدقيق اللي انا كنت حاطاه الاول اختفى، هبدأ بقى احط الكمية التانية. الدقيق اللي انا بستخدمه ده دقيق متعدد الاستخدامات، فبيبقى حلو برضو في الكيك. هنخل كده الكوباية الاخيرة من الدقيق. بصوا بقى كل الكتل اللي بتطلع دي مهمة قوي ان هي تتنخل. وبعد كده هحط باقي الكيس بتاع الكيك شيف. كده حطيت كوباية الدقيق الاخيرة وباقي الكيس بتاع الكيك شيف. هقلب برضو كده لحد ما الدقيق يختفي. هفضل بقى اقلب كده كويس لحد ما الدقيق يختفي خالص. يا جماعه على فكره يعني اكيد الناس كلها بتعرف تعمل الكيك عادي، انا مش طالعه اعلمكم حاجه، بس انا واحده من الناس طول عمري بفشل في الكيك دي وبتطلع معايا وحشه قوي. فلما شفت الفيديو ده على اليوتيوب وعملتها بالطريقه دي، من ساعتها انا بعملها حلوه قوي بصراحه. يعني الاول كانت بتطلع يعني مش حلوه خالص، فالطريقه دي اللي انا بعمل بيها دي انجح طريقه عملت بيها تقريبا. زي ما انتم شايفين كده الدقيق اختفى معايا تماما. شايفين القوام بتاعها؟ هنا بقى كده خلاص عملناها. طبعا من اول ما بدأت اعملها وانا مشغله الفرن على درجة حرارة 180، علشان الكيك لازم تدخل على درجة حرارة عالية، يعني لازم الفرن يبقى سخن قوي. فانا هنا جهزت صينية، طبعا حطيت فيها سمنة، حطيت فيها دقيق زي ما انتم شايفين كده عشان الكيك ما تلزقش. عايزه اقول لكم ما تلزقش خالص. وبصوا من الحروف كده كمان كل ده حطيت فيه دقيق. هنبدأ بقى نفضي الخليط في الصينية. بسم الله. نفضي كده الخليط. السباتيولا بقى يعني دورها مهم قوي هنا. زي ما انتم شايفين كده السباتيولا ما بتسيبش اي حاجه لازقه في البوله اللي انت بتعملي فيها. هفضي الخليط كله كده. طبعا ما تسيبيش حاجه، احنا الدنيا غاليه انت عارفه، ما تسيبيش اي حاجه في البوله. فضيت كده الخليط في الصينيه. بصوا انا مش عارفه الصينيه دي مقاسها كام، بس تقريبا هو يا 26 يا 28، مش متاكده يعني. هنخبط كده الصينيه خبطتين. هجيب بقى خلة اسنان وهقعد اعمل كده، بس عشان لو في فقاعات هواء او اي
اي يعني هوا دخل فيها يخرج، حركات عشوائية كده. ما بوصلش ما بوصلش لقعر الصينية، يعني انا وانا بعمل بتبقى ايدي مرفوعة، فاهمين قصدي؟ بس كده كده هدخلها بقى الفرن وهوريها لكم لما تطلع. اهي يا جماعه طلعت من الفرن، مش عارفه هي شقت من هنا ليه، من الحته دي كده، بس دول كنت بحط فيها السكينه عشان اشوفها استوت ولا لا. بصوا الخله طالعه نظيفه، يبقى هي كده استوت اهو. هسيبها بقى تبرد وبعدين اقطعها عشان اوريكم لونها من جوه عامل ازاي. بصوا انا عايزه بس اوريكم حاجه، ان هي مش لازقه خالص في الصينيه، يعني مش عارفه هيبان ولا لا، بس هي مش لازقه خالص في الصينيه. بصوا يا جماعه اهي انا قطعتها، بس انا ما استنيتش لما تبرد، قطعتها وهي سخنه ففرفتت شويه. بس بصوا عايزه اقول لكم هي لسه لحد دلوقتي سخنه جدا. بصوا عاليه ازاي، وبصوا من جوه فاتحه كمان ازاي، شايفين؟ انا المفروض كنت استنى عليها بس تبرد شويه بعد كده اقطعها. بس كده يا بنات، حبيت اقول لكم طريقتي في عمل الكيك. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا والله، وكل الطرق اللي كنت بعملها كانت بتبوظها وكانت بتطلع وحشه قوي. الطريقه دي حلوه قوي وكمان طعمها تحفه، فجربوها وان شاء الله هتعجبكم. ولو حد جربها بقى يكتب لي في الكومنتات طلعت حلوه ولا لا. بس كده يا بنات، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وباي باي.